معلومات سريعة عن النمل. لحد دلوقتي في أكتر من 12,000 نوع، بس العلماء شايفين إن في أكتر من 20,000 نوع، يعني حوالي 8,000 نوع لسه ما اكتشفناهمش. أكبر نوع من النمل اسمه داينوبونيرا جايجانتيا، اللي بيوصل طولها ل3 أو 4 سنتيمتر. غير كده يعتبر النمل من أطول الحشرات عمرا على الأرض، فهي بتقدر تعيش من شوية شهور لعدة سنين، وممكن كمان يوصل عمر الملكة ل20 سنة عادي. يعني كلنا عارفين إن عدد النمل كتير جدا جدا جدا، فلو هنوزع النمل اللي موجود على كوكب الأرض على 8 مليار بني آدم، فكل واحد هياخد على الأقل 2.5 مليون نملة. فبسبب العدد النمل الكبير دوت، فهو بيمثل حوالي 20% من الكائنات الحية على كوكب الأرض. ولو هنتكلم بقى عن تاريخ النمل، فهو موجود على كوكب الأرض من العصر الطباشيري، يعني من حوالي 92 مليون سنة، يعني تقريبا كان موجود مع الديناصورات. وطبعا احنا عارفين ان النمل منظم ومتعاون مع بعض، ونسمع اكيد عن مستعمرات النمل اللي كل نملة فيها ليها دور معين ومحدد. في بعض انواع النمل بيزرع نباتات عشان يتغذى عليها، وفي انواع تانية بتحفظ نوع معين من الديدان عشان يحلبوا الرحيق منها. ده غير طبعا بقى دور الملكة والحروب اللي بتحصل بين المستعمرات. طبعا الكلام ده ليه تفاصيل كتيرة جدا، فلو حابين نتكلم عنه قولولي في التعليقات.